اهلا يا جي اف يو، شبهت اكتر المشتركين المفضلين عندي. ده مغناطيس جي ام، وبص هناك كويس، اكيد في عربيه تحت الميه. انا فعلا شفت مقالات اخبار كتير بتقول ان في عربيه وقعت تحت الميه، ودلوقتي معانا مغناطيس جي ام حقيقي. حاول ترميه لابعد مسافه ممكنه وهنحاول نطلع الحاجه دي. يلا نبدا الصيد بالمغناطيس. تمام، يلا نشوف لو المغناطيس مسك حاجه. استنوا يا جماعه. ايوه انا فعلا حاسس بيها، في حاجه بتطلع من الميه. ايوه تقيله، ده مقلق، تقيله، حاسس كانها بتطلع. يلا يلا يلا. يلا. ايوه العربيه بتطلع، العربيه كلها بتطلع. طلعت العربيه كلها. يا الميه، يا نهار ابيض، ده جنان. بس ايه العربيه دي؟ شكلها غريب قوي. وايه اللي مكتوب هنا؟ سبونج بوب سكوير بانس. استنى، ايه ده؟ طلعنا العربية دي من المية، كانت في قاع بيكيني باتم من سبونج بوب سكوير بانس. استنى، ده جنان يا جماعة. هو احنا فعلا لقينا عربية من سبونج بوب سكوير بانس؟ علامة كراستي كراب هنا اهي. ده أشهر مطعم في بيكيني باتم، واحنا طلعنا العربية كلها من القاع. استنى، ده جنان. يلا نفتحها ونشوف ايه اللي جوه العربية دي. ياهاها، ايه ده؟ معناه ايه؟ يوهوهو، انت مين؟ حرام. ده قرصان ولا ايه؟ يا نهار ابيض، عمرنا ما هنرفض طلب ضيف حتى لو كان اغرب طلب. بص، كل الحاجات دي فعلا من سبونج بوب سكوير بانس. هو هنا زي مطعم كريستي كراب. يوهو، يا نهار ابيض، هو يقدر يخرج؟ لازم نشوف ايه اللي بيحصل. ده عظيم، ده قرصان صح؟ اسمي سلاف، تشرفت بمعرفتك. انت قرصان من الكراستي كراب ولا ايه؟ فهمت؟ تمام. يا نهار ابيض يا جماعه، ايه ده؟ بصوا على الحاجه دي، ده حاجات كتير من سبونج بوب سكوير بانس. ده بلانكتون، وده جنان. يا نهار ابيض يا جماعه، كل ده شكله مطبخ، وفي حاجات كتير هنا في كل مكان. يا نهار ابيض، تعالوا نقرب ونشوف كل الحاجات دي، لان ده جنان. طلعنا كل الحاجات دي من المية، وده فعلا جنان. يمكن النهاردة نجرب وندوق البرجر الشهير بتاع الكرابز من كراستي كرابز. ايوه يا مستر قرصان، عندك شوية؟ ايوه. يا نهار ابيض، احنا هنشوف ونجرب. المكان كله هنا بايظ شويه. بص، دي دولارات قاع البكيني كتير، بس طبعا مبلوله جدا عشان كانت تحت الميه. في هنا فلوس كتير فعلا، بس في برجر الكرابز المشهور عالميا لا، المكان فاضي. يا نهار ابيض، في شخصيات كتير هنا جوه عربيه سبونج بوب تحت الميه. الشخصيات دي مشهوره جدا، بس اكتر شخصيه بحبها هي سكود وورد. انا بحبه جدا. ايه اللي بيحصل؟ قرصان، ايه اللي بيحصل؟ ده جنان شويه. انت قرصان حقيقي ولا ايه؟ ايوه. طيب، شكله كده سفينتك هتغرق، فاهم الموضوع كده؟ لا انت مش فاهم، الفقاقيع طالعه من سفينتك. تمام؟ لا كل حاجه كويسه، خد وقتك واستمتع. عندي اسئله كتير عن الوضع المجنون ده كله، بس لو انت مبسوط انا فرحان علشانك. طيب يا جماعه، اظن محتاج اجيب المغناطيس بتاعي وانقذ القرصان، لانه رايح مكان بعيد قوي. ايوه القرصان. ايه هي الكارتة؟ استنى، اسف. القرصان هو رايح بعيد قوي. لا، هو رايح بعيد قوي، هيروح لقاع الهامور. ايوه عملناها. ايوه تمام، خليني انقذك. ماسك كويس؟ تمام. ايوه كده شغال، ممتاز. دلوقتي اهلا بيك في الشرفه. تمام.
بص، شغل جامد يا قرصان. شكرا. ايوه، انت مش عارف اذا في حاجات عن شفيق، عشان شفيق هو شخصيتي المفضلة. ايوه، لازم نلاقي شفيق يا جماعة، بس لازم تكتب مين اكتر شخصية بتحبها في سبونج بوب سكوير بانس، عشان في شخصيات كتير مضحكة وهم لطاف جدا. والعربية دي شيك جدا فعلا، شكلها زي طابع قاع الهامور وانا بحبها. وبعد ما نخلص استكشاف العربية دي هنجرب نشغل ونسوق العربية الدرون اللي أنقذناها وقت الصيد بالمغناطيس، بس لسه. يلا نكمل استكشافنا. يمكن نلاقي شفيق، وكمان محتاجين نلاقي برجر كرابز، أو ممكن نجرب نطبخ واحد بنفسنا. مش عارف. يلا نكمل استكشاف. يا نهار أبيض يا جماعة، فعلا المكان ده وسخ جدا. أيوة فعلا، كان غرقان في المية. وبص، في حاجات كتير مثيرة للاهتمام زي المشروبات. ممكن نجرب عصير الليمون بتاع كراستي كراب. معظم الأغطية دي فاضية، بس الغطا ده بص، عصير الليمون بتاع كراستي كراب لونه مميز جدا، بس أنا عايز أجربه عشان ده عصير ليمون حقيقي من سبونج بوب سكوير بانس. واو، طعمه حامض قوي، الموضوع غريب جدا. يا نهار ابيض، جامده دي، يا نهار ابيض، ده سبونج بوب سكوير بانس نفسه، بس فين دراعه؟ بس بص قد ايه شكله حلو وجامد. لقينا شخصيات كتير من سبونج بوب، بس لسه ما شفناش شفيق. يا نهار ابيض، الناس دول مضحكين ولطف قوي، بس بص حواليك، كل الحاجات دي عامله زي المطبخ. احسن كابي باتيز عند سبونج بوب، يبقى اكيد هنا في برجر كروبس، اكيد هنا في كرابي باتي في مكان ما. بص، اوه، حاجه ذهبيه سبونج بوب كان بيستخدمها عشان يطبخ البرجر. يا نهار ابيض، كانت هنا بالظبط. يعني هنا سبونج بوب كان بيطبخ الكرابي باتيز المشهورة عالميا بتاعته، ولازم نلاقيهم. كرابي باتي بتاعت سبونج بوب فاضي، وده كمان فاضي. اوه، استنى، ايه ده؟ ده جنان، ده شانك باكيت. المطعم ده بتاع الراجل ده العدو الرئيسي للكراستي كراب، ده جنان. وبص، أظن الراجل ده كان بيحاول يسرق حاجة، عشان لقيت علبة تانية من كرابي باتي بتاعت سبونج بوب هنا، وحاسس إن في حاجة جواها. يا نهار أبيض، بص، ده برجر هنا. يلا نشوف. بجد شكله زي اللي في الكرتون بتاع سبونج بوب سكوير بانس، شكله نفس الحاجة بالظبط. في فعلا وصفة سرية تخص مستر كرابز. هو فعلا بيكسب فلوس كتير من بيع الكرابز برجر المشهور عالميا، واللي طعمه لذيذ جدا، المعروف كمان باسم كرابي باتي. واخيرا جات لنا الفرصة نجربها. يا جماعة، طعمها لذيذ قوي بجد، يعني حاسس اني في قاع العالم، دافية جدا وممتعة قوي. ايوه، دلوقتي فهمت ليه الراجل ده كان بيدور على وصفة الحاجة دي. بس النهاردة مش يومك يا صاحبي، انا اسف جدا. بس دلوقتي معايا عصير ليمون كراستي كراب، وكمان كراستي كراب بيباتي المشهور عالميا. ده سوبر، يا نهار ابيض، طعمها حلو قوي وجميل جدا. ايه الاخبار يا قرصان؟ عايز دي؟ ماشي، ممكن اشاركك فيها. خد الليمونة ده كمان. طيب يا قرصان يا صاحبي، بتحب كراستي كراب وحاجات تانية؟ ايوه، ده كويس. ده مش روم، ده ليمونادة. تمام يا جماعة، لقينا حاجات كتير هنا، بس لسه مهتم أعرف إزاي الكرابي باتي بيبقى طعمه حلو كده وجميل. وحاجة تانية عايز أعرفها، إزاي العربية دي جت تحت المية؟ هي كانت موجودة هناك دايما. تمام، على أي حال يلا نشوف إيه تاني عندنا هنا. دي العيش وشوية توابل، وكمان لقيت صوص سري هنا. يعني فعلا لو كنا نعرف الوصفة كنا ممكن نعمل كرابي باتي بتاعنا، بس احنا ما عندناش اي وصفات.
ايه ده؟ بص على ده. ده حاجة غريبة، مش زي الليمونادة ولا حاجة. يلا نفتحها ونشوف ايه اللي جواها. دلوقتي انا متأكد اننا لقينا عربية سبونج بوب سكوير بانس الحقيقية تحت المية باستخدام مغناطيس GNG. بس يا جماعة بصوا، احنا كمان ما شفناش ده هنا. احنا جبنا برجر حقيقي، الكرابي باتيز الحقيقيين، وشكلهم حلو قوي وشهيين جدا. عندنا واحدة هنا والتانية هنا، بس ايه اللي جوه الازازة الغريبة دي؟ جبت الشوكة الذهبية او زي ما بيتقال عليها، مش قادر افتكر دلوقتي، قولوا لي في التعليقات. ويمكن نجرب نطلع الحاجة الغريبة والمثيرة دي من الازازة باستخدام الحاجة دي. عارفينها؟ قرصان؟ ايوه، تعالى يا قرصان، شوف انا لقيت ايه جوه الازازة. استنى، ليه محتاج ده؟ استنى، بس انا اللي لقيت الحاجة دي جوه الازازة، دي مش بتاعتك. استنى، لازم اعرف الاول الحاجة دي ايه. طيب، هل هي خريطة كنز ولا ايه؟ سر وصفة الكرابي باتي؟ يا نهار ابيض، دي وصفة! دي وصفة أكلة الكرابي باتي المشهورة عالمياً من تراوسي جراب. كوبين، واحدة باتي سرية، شريحة جبنة واحدة، لبن طازة، شريحة طماطم واحدة، مخلل بصل أحمر، صوص باتي حقيقي، وكل الوصفة معانا هنا. يا نهار أبيض، ده الكنز الحقيقي، في حد كان بيدور عليهم من زمان. يا قرصان، وقف وقف! ايه يا عم، وقف وقف! هو بيهرب. على اي حال، لسه معانا عربية سبونج بوب. يلا نشوف لو نقدر نخليها تشتغل ونركبها، عشان يا جماعة انتوا عارفين انا راجل فني جدا. ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد اللحظة دي يا جماعة، ما تترددوش وتشتركوا في القناة. ده احسن دعم ممكن تقدمهولي. اشترك دلوقتي حالا، ده مهم جدا بالنسبة لي، فلو سمحتوا اشتركوا. بعد شوية، طيب يلا نشوف موتور سبونج بوب سكوير بانس. باين عليه مصدي شوية، وده طبيعي لأنه كان تحت المية. طيب يلا نشوف لو نقدر نشغل الحاجة دي ونمشي بيها. يلا ندخل جوه. واو، ده جميل قوي وكلاسي قوي، بحبه لأنه فعلا شكله زي عربية من قاع الهامور. يا ده جنان، شكله غريب جدا بصراحة. وبص كده، رخصة سواقة بيكيني بوتوم. يا ده باتريك ستار، يا نهار أبيض، باتريك معاه رخصة السواقة بتاعته، ده جنان. دي انتهت صلاحيتها خلاص. المهم، جبنا رخصة السواقة بتاعته. وحاجة تانية هنا، يا نهار أبيض، سبونج بوب سكوير بانس كمان معاه رخصة السواقة بتاعته. ازاي ده ممكن؟ يا نهار أبيض، أخيراً يقدر يسوق العربية. بصراحة أنا ما عنديش رخصة، فهخلي الاتنين دول معايا ويلا نجرب نركب العربية دي. ليه لأ؟ في سلوك كتير في كل حتة. العربية دي شكلها بايظة ولا حاجة. تمام، يا نهار أبيض يا جماعة، بصوا، واو، ده جنان. بس على أي حال، نقدر نفضل نجرب كده عشان نشغل الموتور، فخلينا نستخدم الحديدة دي أو القطعة المعدنية دي ونحطها مثلا هنا. يا سلام، اشتغلت، ده جنان. خلينا عربية سبونج بوب سكوير بانس تشتغل وتمشي. يلا نجنن. بعد ساعة واحدة. تمام، يلا نجرب. ايوه، اهو كده بقى. يلا يلا بينا. سبونج بوب سكوير بانس، سبونج بوب سكوير بانس. عبقري.
يا نهار ابيض، ده كان جنان فعلا. ما كنتش اقصد اعمل كده. اوه ده فعلا جنان شويه. طبعا يا جماعه ابدا ما تحاولوش تعملوا زيي. العربيه بتاعت سبونج بوب دي سريعه وشرسه جدا. طيب اظن اني محتاج اكلم قرصان يساعدني في الموضوع ده. يا قرصان، يا قرصان لو سمحت ارجع يا قرصان. بعد 2000 سنة. ايوه يا جماعه، احنا فعلا محتاجين مساعده في العربيه دي، لان ايوه طلعناها من الميه. بس يا جماعه، مين اللي جاي هناك؟ ده القرصان. واو، قرصان، اهلا. حاضر حاضر، ممكن تحتفظ بالوصفه السريه؟ بس محتاج مساعدتك نقلب العربيه دي تاني، ماشي؟ ماشي. طيب يلا نبدأ. مش عارف اسمها ايه، بس على اي حال كانت حاجة مجنونة. ماشي. واو سبونج بوب القلم المربع ده جنان. يلا نقلب العربية دي على وضعها تاني. الساعة 12 نص الليل. تمام، ايوه يلا ندخل الحاجة دي جوه. يا قرصان انت عارف تعمل كده صح؟ ايوه يلا خلينا نقلبها. دلوقتي محتاجين نرجع الحاجة دي على العجل ونشوف لو هتشتغل وتتحرك تاني. يلا 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 يلا. ياي. ايوه ده شكله وحش. ايوه يا نهار ابيض. لا الكرابي باتيز، الكرابي باتيز. لا لا مسكتهم كلهم. ياهو. دلوقتي نقدر نحط كل الحاجات دي. يا نهار ابيض، اكيد حصل حاجه وحشه هنا. يعني مفيش كرابي باتيز تاني؟ انت كويس يا سبونج بوب؟ ده كان جنان. المطبخ اتدمر واظن لازم نصلحه. بس علشان نصلح الحاجه دي لازم نرجعها للقاعده بتاعتي عشان نبدا عمليه التصليح، صح؟ صح. تمام، يلا نجرب نشغل العربيه تاني. انت بتدور. انا مديون لك بروم. ايوه. عشان الموضوع ده يمكن. تمام شكرا، هجيب لك شويه. تمام بس خلينا نجرب نشغل العربيه الاول. بعدين. دلوقتي لازم نشوف اذا كان كل حاجه تمام بعد ما قلبناها. طيب يلا نشوف اذا كان كله تمام دلوقتي. لو نقدر نشغلها ونسوقها تاني باستخدام الحاجه دي، الحاجه المعدنيه دي. يلا بينا. ايوه ده رائع، لسه شغاله وكل حاجه تمام. طيب يلا نجرب تاني. ايوه ايوه يا جماعه، ده جامد جدا ولطيف، بحبه جدا. واو ايوه، عربيه سبونج بوب شغاله بالكامل. ده حلو قوي اننا طلعنا الحاجه دي من الميه. وده كان فيديو مجنون، يا رب تكونوا حبيتوه واستمتعتوا بيه جدا يا جماعه. على العموم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتسيبوا لايكاتكم، وطبعا اكتبوا لي كمان ايه الحاجات اللي تحبوا الاقيها، لاني اقدر الاقي اي حاجه. اسمي سلاف، شكرا لمشاهدتكم، باي باي.